الأم: هيا استيقظا وكأنكما سهرتما للفجر. كم مرة سأناديكما حتى تستيقظا في الوقت نفسه؟ يخرجان رأسيهما من تحت اللحاف الاثنان: ما بك يا أماه؟ الأم: ألا تحسان بأن المياه تكاد تصل إلى فراشكما؟ حسن: أي مياه؟ الأم: مياه المطر. انظرا إلى سقف الغرفة كيف يرشح الماء، فمنذ 5 صباحا والمطر يهطل والصالون امتلأ ماء، فكل السقف ينقط، وغرفتكما أيضا من عند الباب وتحت فراشكما. حسن: كل ذلك لأن جارنا لم يسيع السقف جيدا، ربما لم يشبع الطين بالتبن أو وضع فيه القليل من الملح. الأم: يعني اكتشفت السبب يا ذكي؟ ولماذا لا تقول بأنك وأخوك في كل مباراة لكرة القدم تذهبان إلى سطح البيت كي تقومان بتحريك الآنتيل من أجل تصفية القناة، وأقدامكما قد فعلت ذلك. جوان: يا الله، ما هذا؟ ولماذا لم تضعي صحنا أو طنجرة تحت هذه القطرات يا أمي؟ الأم: وهل بقي صحن أو طنجرة في البيت لم يتم وضعها في الصالون؟ حتى أباريق الماء وضعتها. قوما بسرعة واذهبا للغرفة الأخرى، فوالدكما هناك، وقبل ذلك ساعداني كي نأخذ فراشكما للغرفة الأخرى. يقومان ويساعدان أمهما بلم كل شيء في الغرفة، ويذهبان للغرفة الناجية من الطوفان بل من قدميهما فوق سطحها. حسن: لو جلبت الشمع النايلون من أجل السطح يا أبي ما كان حدث كل ذلك. الأب: فعلا لسانك أطول من قامتك. ألا تعلم بأن الفئران تهرب من بيتنا لأنها لا تجد ما تأكله؟ وأنا بطلوع الروح أؤمن مصروف دراستكم، ولولا أخوك أحمد لا أعلم كيف كان جوان سيدرس. الأم: البارحة أخبرتني جارتنا بأن أهل القرية يتساءلون كيف أن أولاد أبو حسن كلهم يدرسون وهو لا يملك شيئا، ربما الحزب يساعدهم. الأب: وهل أصبح الحزب بنكا؟ بالكاد كان يقدم راتبا للمعتقلين ولذويهم، فإمكانيات الحزب متواضعة. جوان: وما العمل لأجل هذا الطوفان؟ إن جاء المطر بهذه الغزارة مرة أخرى سيغرق البيت. الأب: بعد أن يتوقف المطر سأذهب للدرباسية كي أجلب الشمع النايلون. اذهب يا حسن لبيت أبي خالد واطلب منه 2000 ليرة، قل له بعثني أبي. وأبو خالد لا يقصر. حسن: نعم سأذهب، ولكن أين الفطور يا أمي؟ فبدون فطور أدوخ عندما أخرج من البيت. الأب: بل قل أريد الفطور لأبدأ بالتدخين أيها الحشاش. غسل المطر وجه الأرض، فأضحى الزرع والعشب المحيط بالقرية كأنهما يضحكان فرحا لهذه النعمة السماوية. أما أهل القرية فالكثير منهم على سطوح بيوتهم يمدون هذا الشمع النايلون، فالبارحة أثبت المطر أن معظم بيوتهم ليست بحالة جيدة. وفوق بيت أبو حسن أيضا يجتمع الشباب يمدون الشمع النايلون، وبعضهم الآخر على الأرض يملأ الأكياس بالتراب كي يثبتوا شمع فوق السطح. وكبار السن جالسون بجانب أحد الجدران يعطون التعليمات ويدخنون التبغ ويتحدثون عن المطر، ويتبارون بإظهار معرفتهم وتذكرهم للسنين التي كانت وفيرة المطر، والسنين التي لم يروا فيها سوى الرياح الشمالية التي تجعل الأرض جرداء. أما فوق السطح فيتأفف الشباب من تعليماتهم. يقول أحدهم وهو يمد الشمع النايلون: ما دام هؤلاء الختايرة بارعين بإعطاء التعليمات، فلما لا يكونون كغيرهم ممن بنوا بيوتا من الأسمنت وأراحوا أنفسهم صيفا وشتاء؟ أما نحن ففي الصيف نسيع أسقف البيوت، وفي الشتاء نعد قطرات المطر فوق رؤوسنا ونحن داخل بيوتنا. صدقوا يا شباب، هؤلاء بحياتهم لم يفكروا بنا، إنهم يفكرون بتربية الغنم لا بتطوير حياتهم. يعتقدون بأن الحياة ستبقى كذلك، تربية مواشي وزواج وأولاد يمشون على نمطهم، ولكن مستحيل أن نكون مثلهم. دعونا ننهي عملنا بسرعة، فدماغي ستنفجر من تعليمات العباقرة. وبالفعل سينهون عملهم وينضمون إلى جلسة الختائر وسيشربون الشاي
بعد اطمئنانهم بأن البيت أصبح بمنأى عن أذى المطر وإن جاء غزيرا. توقف المطر منذ قليل وقد غسل أسطح المنازل والشوارع، أما الناس فنزلوا إلى أعمالهم وورود حدائق منازلهم حبلى بقطرات المطر. تتأمل القطرات كيف تسقط من أوراق الورود ولا تحس بقطرات دموعها التي تحفر خدودها الوردية وهي جالسة أمام نافذة غرفتها، تتأمل الورود تارة والسماء تارة، ولا تدري إن كانت الورود تبكي فرحا لهطول المطر أم تبكي حزنا على أحبتها الذين ذبلوا وتركوها وحيدة. أما الغيوم فتسافر غربا وتتمنى لو أن غيمة تأخذها إلى قرية جوان، وإن كان ذلك مستحيلا، لتبلغه أشواقها وأنها لم تذق طعم النوم الليلة الماضية لأجله. الأم: هيلين افتحي الباب. هيلين: ماذا تريدين يا أمي؟ الأم: الفطور جاهز ابنتي، كفاك تعذيبا لنفسك. هيلين: اتركوني بحالي وأكون بألف خير. الأم: لن يحدث شيء رغما عن إرادتك، وأنا أعدك حبيبتي، افتحي الباب. فتحت هيلين الباب لتراها أمها كيف أن دموعها تغادر عينيها الجميلتين وكيف أن وجهها شاحب، فقبلتها وأخذتها إلى الصالون. الأم: حبيبتي، الموضوع لا يستحق كل هذا العذاب الذي تعانينه. سنقول لعمك بأنك لا تفكرين بالزواج وكل همك أن تكملي دراستك. هيلين: ولكن ألم تري كيف انزعج أبي عندما قلت له أنا لا أفكر بالزواج؟ الآن كما سمعته صباحا يقول لك كيف سأخبر أخي بأن هيلين ترفض ابنه، ورأيته يخرج من البيت مزعوجا، فلماذا لا يحترم رغبتي؟ أنا لن أتزوج ابن أخي ولن أترك ديريك لأعيش في بلاد الغربة وأموت فيها. الأم: اسمعي ابنتي، ما دمت أتنفس فلن أدع أحدا يغصبك على شيء لا تريدينه. هيلين: وأبي؟ الأم: اتركي أباك لي، هو يحبك وسيرضى بقرارك، ولكنه يفعل ذلك كي لا تنقطع علاقتكم مع أعمامكم، وأنت أكملي دراستك ولن تتزوجي إلا من تختارينه. هيلين: حتى وإن كان من دين آخر؟ الأم: ماذا؟ من دين آخر؟ هيلين: مجرد سؤال. الأم: لا ابنتي، حتى مجرد سؤال لا تسألي. هل تعلمين بأن والدك قبل أن أتعرف عليك كان يحب فتاة مسلمة، ولكن رفض أهلها تزويجها منه، وأعلم تماما أنه لم ينسها حتى الآن وقد سماك على اسمها. هيلين: هذه أول مرة تقولين ذلك، وكيف رضيت أن يكون اسمي على اسم حبيبته؟ الأم: لم أكن أعلم، ولكن بعد ولادتك بسنة وبينما كنا نحتفل برأس السنة شرب والدك كثيرا وأصبح يخاطبني وكأنني هي. هيلين: ماذا كان يقول؟ الأم: كفى هيلين، فأنا أنزعج من مجرد تذكر تلك الليلة، فقد أفسدها بكلامه عنها. هيلين: والعذراء أن تقولي. الأم: أصبح العاشق يتأملني وهو منتش ويقول: هيلين، أيا نجمة الليل والصباح، ألن تكسري قيود الأديان لأجل حبنا؟ ألن تسافري معي بعيدا عن هذا الشرق اللعين؟ وما الفرق بين الجوامع والكنائس يا عصفورة الشتاء والربيع؟ وما ذنبنا أن نكون من دينين مختلفين؟ فشريعتي وشريعتك كلاهما يدعوان للمحبة والتسامح والإخاء، أفليس حبنا محبة وتسامحا وإخاء؟ هيلين، أيا عروسا أعشقها، متى تصير أيامك كلها أنا، ومتى ستكسرين القيود والجدران؟ هيلين: ما هذا العشق النقي يا أمي؟ وهل أهلها الذين رفضوا أم أهله؟ الأم: الجميع رفضوا. هيلين: وكيف تتذكرين كلام أبي؟ الأم: لأن كلامه كان كالخنجر
في صدري. هيلين: وإن تقدم لي شخص من دين آخر فهل ترين أبي يوافق؟ الأم: لا أظن. فالجميع هنا يرفضون هذا الأمر. وأنت كفى كلاما عن هذا أم إنك تخفين شيئا عني؟ هيلين: لا أبدا. الأم: إذا تناولي فطورك ولا تدعي طلب عمك يعكر مزاجك. كلام أمها خفف توترها كثيرا، فتناولت فطورها وطلبت منها الإذن لتزور صديقتها مريم، مبررة زيارتها بشوقها لمريم، وهي فعلا قد اشتاقت إليها، ففي داخلها كلام: إن هي حبسته أكثر ستنفجر. هكذا تحس هيلين. ولا يوجد غير مريم كي تحكي لها، ومريم هذا صديقة الطفولة، وكانت في المدرسة تعيش حالة حب غريبة، فلعلها تساعد هيلين في محنتها. مريم: أهلا بك حبيبتي، اشتقت لك كثيرا. هيلين: وأنا أكثر. مريم: تفضلي بالجلوس، فأمي أيضا ستفرح بمجيئك. هيلين: مرحبا خالتي، كيف حالك؟ مريم: أهلا ابنتي، كيف حالك وكيف حال أمك؟ هيلين: شكرا خالتي، نحن بخير. تجلس الثلاث قليلا، وبعد أن انتهينا من شرب القهوة أشارت هيلين لمريم أن تذهبا لغرفتها. مريم: لنذهب لغرفتي، نتذاكر أيام الطفولة والمدرسة. تذهبان للغرفة، تغلق هيلين الباب، تجلسان، تسأل الواحدة منهما الأخرى عن أحوالها. مريم: أحس بتغيير لديك وأن لديك كلاما تريدين قوله. هيلين: وكيف عرفت؟ مريم: أعرفك كما أعرف نفسي، فهات ما عندك تكلمي. هيلين: مريم: لم أكن أتصور أن يأتي يوم أفكر فيه بشخص ما وأشتاق له. مريم: من هو؟ ومن أين؟ وكيف تعرفت عليه؟ هيا بسرعة. هيلين: من الدرباسية، تعرفت عليه في الجامعة، طلب مني أن أشرح له محاضرة، ولا أعرف كيف انسجمت معه وكيف جلست معه، لا أعرف كيف جرى كل شيء، ما أعرفه أن شيئا ما بداخلي كان يدفعني إليه. مريم: أتحبينه؟ هيلين: لا أدري. مريم: هل تفكرين به كثيرا وترغبين أن يكون معك في بعض المواقف؟ وهل ترتسم البسمة على شفتيك عندما تتذكرين؟ هيلين: نعم. مريم: إنه الحب أيتها الغريقة، هل هو مسيحي؟ هيلين: لا. مريم: هذه مصيبة. هيلين: كيف تكون مصيبة؟ ألم تحبي مسلما كان معنا في المدرسة؟ مريم: نعم، ولكن لم يعترف بعضنا لبعض. هيلين: أعلم، ولكن لماذا؟ مريم: لأنه كان جبانا، ربما كان يخاف أن أصده، وأنا كنت أموت في داخلي كي أقول له، لكنه كان يقف أمامي ويرتبط لسانه، وأنا يمنعني الكبرياء من المبادرة، ولكن فعل خيرا بعدم اعترافه، لأنني كنت تعذبت أكثر الآن، فأهله وأهلي كانوا سيرفضون. هيلين: نسيت اسمه، ماذا كان؟ مريم: آوار، لقد تزوج ورزق بطفل، كم كنت أتمنى لو كنت أمه. تنزل دمعة من عيون مريم، فتقترب منها هيلين وتحضنها. هيلين: هوني عليك يا أختي، فما مضى قد مضى، لا تعذبي روحك. مريم: ما اسمه؟ هيلين: جوان. مريم: هل تريدين الحقيقة؟ هيلين: نعم. مريم: إن كان جوان جبانا مثل آوار فأنت اعترفي بحبك له، وليحدث ما يحدث، لأنني حتى الآن أشعر بالندم لأنني لم أفعل، وأعلم بأنه لن يكون من نصيبك، ولكن لا تكتمي مشاعرك، فكتم المشاعر يمزق القلوب.